بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا لو أخبرتك أن إنستي كان إذا ضرب بسيفه انشقت الصخرة نصفين وتطاير الشرر كالنجوم في صحراء طيبة؟ هذا هو إنستي، الابن الأكبر لحورس عليه السلام، وأول سلطان ورث العرش والنور والقوة معا في عصر الأسرة الثانية. يقول كهنة الجنوب في معابد الكرنك إن إنستي كان لا يهزم في معركة. ولما هاجمت قبائل النوبة حدود مصر الجنوبية وقف وحده على جبل السلسلة ورفع رمحه فارتجفت الأرض وولى العدو هاربا. ولم تكن قوته في الذراع فقط، بل كان إذا نظر في عين الرجل عرف صدقه من كذبه. فكان قاضيا لا يرد له حكم ولا يخالف له أمر في مجلس طيبة. وبفضله توحد الجنوب تحت راية واحدة ولم يجرؤ عدو على الاقتراب. وبنيت في عهده أول قلعة حجرية على حدود مصر لا تسقط أبدا. فإنستي لم يكن وارث عرش فقط، بل كان سيف حورس الذي لا ينكسر ودرع مصر التي لا تخترق في زمن الحروب القديمة. لتعرف كيف هزم الجيوش بنظرة ووحد الجنوب بضربة، اشترك في القناة وانتظر الفيديو الكامل على قناة نور مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصادر: نصوص التوابيت، التعويذة 148، نقوش معبد الكرنك، جدارية الأسرتين.